السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بوصفة حلوة جدا. أكيد كلنا زهقنا خلاص من الكنافة ومن البسبوسة. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة جديدة جدا جدا حلوة قوي. خلاص بقى يعني كفاية كنافة وبسبوسة على كده، ونعمل بقى وصفات تانية مختلفة شوية. بجد وصفة النهاردة حلوة جدا، والطبق منها بيتباع بمبلغ كبير جدا في المحلات. فيلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا في حلة على النار هبدأ احط فيها 3 كوبايات من المية زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هحط كمان كوباية من الرز اللي انا غسلاه من قبل طبعا، وهنبدأ نقلبه تقليبة كده ونغطي عليه بقى ونسيبه لحد ما يغلي معايا. يعني الاول النار تبقى عادية جدا لحد ما يبدأ يغلي، بعد كده هبدأ اوطي عليه النار لحد ما يبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، شرب كل المية اللي انا كنت حطاها. طبعا هو بيبقى معجن شوية وده المطلوب. هحط بعد كده لتر ونص من الحليب وكوباية من السكر. السكر هنا على حسب الرغبة، عايزة تزودي عايزة تقللي دي بتاعتك انت وعلى حسب التحلية بتاعتك. هنبدأ نديله تقليبة كده ونسيبه على النار عشان يبدأ يغلي معايا. اثناء بقى ما هو على النار هجيب بقى بولة واحط فيها معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام، وكمان معلقتين كبار من الحليب البودر، وهبدأ احط عليهم شوية من المية او شوية من الحليب اللي متاح عندك. انا ما كانش عندي حليب فحطيت مية، وابدأي اخلطي كل ده مع بعضه كده لحد ما يدوب كويس جدا جدا معاكي، اللي هو اللبن البودرة والكريم شانتيه مع المية، لحد ما يبقى مفيش تكتلات ولا حاجة. وزي ما انتم شايفين كده الرز بلبن بدأ يغلي معايا، اخد غلوتين 3 كده على النار. يعني اول ما يغلي كده معايا غلوة 2 3 خلاص كده هبدأ اضيف بقى الخليط اللي احنا حضرناه مع بعض دلوقتي، اللي هو عبارة عن كريم شانتيه وزي ما قلت لكم وحليب بودرة وشوية من المية، وهديله تقليبه كده معايا. وبعد كده قبل ما اطفي بحاجه بسيطه خالص اروح جايه حاطه شويه من الفانيليا. الفانيليا هنا عندك ممكن تحطي السايله او البودر مفيش مشكله. خلاص طفينا عليه النار مباشره على طول. اول ما اطفي عليه النار اكون محضره الطواجن اللي انا هشتغل فيها او اي بولات انت هتحطي فيها الرز بتاعنا، وهبدا احطها بالطريقه دي. طبعا اخترت البولات دي عشان يعني تبقى زي الجاهزه بالظبط ومبقاش في فرق بينهم ابدا. حطيت كده عبيت البولات كلها بالرز بلبن زي ما انتم شايفين، وهسيبه بقى لحد ما يبرد ويهدى معايا شويه. بعد كده هروح جايبه بقى بوله وحاطه فيها كوبايه من الكريم شانتيه الخام ومعلقتين كبار من الحليب البودر وكمان معلقتين كبار من السكر وكوبايه من الميه الساقعه، وهبدا اخلط كله مع بعضه كده بالمضرب الكهرباء لحد طبعا ما تبقى كريم شانتيه حلو كده وقوامه حلو. هوريهولكوا طبعا دلوقتي القوام اللي عايزه اوصله اهو زي ما انتم شايفين. كمان هحضر حاجة تانية معاكم دلوقتي، هي عبارة عن يعني نص كوباية من المية المغلية. لازم تكون المية مغلية يا جماعة من الكاتل، واحط فيها كيس من الجيلي بتاع المانجا، وابدأ ادوبها في المية المغلية دي كويس جدا جدا لحد ما يدوب معايا كويس قوي. وبعد كده هروح جاية نازلة بقى بكوباية من عصير المانجا البيوريه. يعني ايه بيوريه؟ يعني مفيهوش اي نقطة من المية، تمام، ضرباه في الخلاط من غير نقطة مية. وهبدأ كده اخلط كل الكلام ده مع بعضه. طب انا عملت الحاجات دي ليه؟ هقول لكم دلوقتي. هجيب دلوقتي بقى كيس حلواني وهبدأ اعمل روزتات كده على الرز بلبن او على طبق الرز بلبن، بس طبعا لازم يكون بارد تماما عشان ما يسيحليش الكريمة. طبعا هنعمل بقى الحكايه دي في كل الاطباق بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي لحد ما نخلص الكميه كلها او الاطباق كلها بالطريقه دي. وزي ما انتوا شايفين حاجه سهله جدا ومش مكلفه معاكي، لو حسبتيها هتلاقيها تكلفتها قليله جدا عن ان انت تشتريها من بره. هجيب دلوقتي بقى قطع من المانجا انا كنت مقطعاها كده وشايلاها في علبه، وبدات كده احطها في الجزء اللي في النص اللي هو ما فيهوش كريم شانتيه، تمام. يعني انا بدأت كده اسيب الفراغ اللي في النص ده عشان انا عارفة ان انا عايزة احشي فيه مكعبات المانجا اللي معايا دي، تمام. طبعا الكمية بقى على حسب المتاح بالنسبة لك، ممكن تحطي كتير ممكن تحطي قليل براحتك. كمان رحت جايبه بقى الصوص الحلو اللي احنا عملناه دلوقتي بالجيلي، ورحت جايه ساقيه بقى ايه المانجا في النص كده بشويه من الصوص ده.
قد ايه طعمه حلو جدا، لان برضو بطعم المانجا هو كمان لما بيتحط بقى على قطع المانجا وتيجي تاكلي كده مع الرز بلبن بجد بيبقى طعمه خرافة. نفسي تجربوه وتقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم بقى في الميكس الرهيب اللي احنا عاملينه ده. طبعا هنسيبه في التلاجة بقى لحد ما يجمد معايا شوية او يسقى معايا شوية، ونبدأ بقى نقدمه مع بعض. ده كده شكله بعد ما طلع من التلاجة. قد ايه يا جماعة حاجة فاخرة بجد، وشكله راقي وشكله جميل جدا. عايزة اقول لكم ان الطبق ده بيتباع بره ب30 جنيه و25 جنيه، لكن انت هتعمليه في البيت بأقل الامكانيات وبأقل حاجة موجودة في البيت. بس كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو النهارده وتنسوني في لايك وشير واشتراك للقناه، وتنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الجديد فيديوهاتي.